يا صباح الفل، يلا بقى حضري القهوة بتاعتك كده والسندوتش بتاعك ويلا نحضر بقى فطار هيكفينا شهر كامل مع بعض. وكمان هنعمل الغدا ايه النهارده يا اسماء؟ معايا كيلو من الفول، نحطه كده في بولة، ولو في اي حاجة نقيه ونخليه كده زي الفل. هو الفول معايا اللهم بارك فلة. ومعايا وعية تانية، ننزل كده بنص كوباية من الغلة اللي هو القمح، اللي هو نص كوباية يعني تمن. وبرضه زيه تمن من الفول المدشوش، وتمن من الحمص، يعني كله كده تمن تمن تمن، يعادل نص كوباية من كل حاجة، فول وحمص وكمان الغلة اللي هو القمح. نغطي ده بالمية المغلية ونغطي ده بالمية المغلية، ونركنهم كده من بالليل للصبح يعني ليلة. تاني يوم اتنقعوا معايا اللهم بارك وزي الفل. يلا بقى نشطفهم كده تحت الحنفية ونصفيهم، ونقلب ده على ده في حلة واحدة، الفول كده مع الغلة. وننزل بقى بنص كوباية من العدس الأصفر، وننزل بجزرية مبشورة وبصلاية وفصين توم وحباية طماطم. وننزل بإيه بمعلقة كبيرة من السكر، زيها معلقة كبيرة من الكركم، حبتين ليمون مقفولين زي ما هما، ونغطيهم بالمية المغلية ونرفعهم على النار يغلوا كده غلوتين. واروح جايه مهديه النار شمعة، لما تتشرب المية خالص اروح جايه مزوداها تاني مية مغلية. طبعا هنزوده مرة وممكن اتنين وممكن تلاتة كمان. واهم حاجة النار تكون شمعة والمية تكون مغلية اللي انت هتزودي منها الفول. وبصوا بقى، هيطلع لكم يا ولاد شوية فول قسما بالله كهرمان. شايفين؟ قسما بالله زبدة، دي سمنة بلدي مش فول. انتوا شايفين القوام؟ ويا سلام بقى لما تسيبيه كده ليلة كاملة، هيتقل اكتر اكتر. تطلعي كده الفول تزوديه مية مغلية تاني، يعني الكيس ده هيعادل معاكي 3 اكياس بعد شوية كده. اول ما تسيبيه يبرد خالص ويهدى، هتلاقي ما شاء الله تقيل جدا. اللهم بارك على الكمية الرهيبة، 24 كيس فول من الكيلو واحد بس فول. وبكده بقى عملنا الفطار بتاع شهر كامل كده واكتر كمان في التلاجة عندنا. تعالوا بقى نحضر الغداء القمر بتاعنا. انا غاسله الكوارع بتاعتي ومخليها فله، وكنت نقعاها في ميه وملح ودقيق كمان. وبعد كده سقطت جزر، ورق لوري، حبهان، طماطمايه، عود قرفه كده، سيجار. بعد كده سقطت الكارع بتاعي في حله ضغط او حله عاديه. انا حطيت الملح هنا علشان حله ضغط اقفل عليها، لكن لو حله عاديه هتحطي الملح بعد نص ساعه. تسبيكه بقى بتاعت الكارع في شويه زيت كده وبصليه حلوه كبيره ناعمه تحمر كده بسيط معايا. انزل بمعلقه توم كبيره، اول ما ريحه التوم كده تظهر معايا انزل بمعلقه صلصه كده معلبه كبيره، تاخد تسبيكه كده خفيفه. وبعد كده ننزل بالبهار بتاعنا، كزبره وفلفل اسود وسبع بهارات. وبعد كده هنزل حوالي 3 معالق كبار من الخل في الطشه الحلوه دي. هنا بقى هتشمي احلى ريحه، تاخد كده غلوه واحده كده بالخل. وبعد كده ننزل بعصير الطماطم ومعلقه سكر صغيره، نديهم كده قلبه في بعض. مش هحط ملح دلوقتي ولا اي حاجه، نورب بس الغطا ونسيبها تتسبك كده مع نفسها. هنا بالظبط عشان حل الضغط عدى بالظبط يا جماعه بالظبط 35 دقيقه كده في حاله الضغط. عايزه اقول لكم العظم كان دايب، والله العظيم بامانه العظم كان دايب. هي قدامكم مش مستحمله اصلا، لقيتها ايه دايبه. سيبها بس كده تهدى شويه. اللهم بارك. شويه الشوربه بقى سكر، الناس اللي بيقولك تاخد غلوه وتدلق الميه والموال ده كله، لا، هي اصلا القيمه الغذائيه بتاعتها كلها في حبه الشوربه بتاعتها. طالما غسلاها ونقعاها وزي الفل خلاص. هنا الصلصه سبكت معايا، نزلت كده بكبشتين 2 بس من شوربه الكارع، اخدت غلوه واحده بس. هنا بقى دوقيها بعد ما ايه زودتها شوربه، محتاجه ملح اديها، مش محتاجه خلاص. بعد كده رصيت الكارع في صينيه وفوق منها شويه الصلصه، ويدوبك دخلتهم يتشمعوا تحت الفرن. انا شغلت الشوايه تاخد بس تشميعه، قرنين فلفل حامي كده على الوش لو بتحب الحاجه الحاميه. تعالوا بقى هنا معايا حوالي 3 رغيفه كده عيش بلدي عادي خالص، قطعته كده. وبعد كده معايا حوالي 4 معالق من السمنه، سيحتهم كده دفتهم، فلفلتهم كده بايديا ودخلتهم برضو تحت الشوايه. اخدوا بقى التحميصه القمر دي، انا بحب اعشقه كده بالسمنه البلدي متحمص تحت الفرن. وعملت يا دوبك شويه رز ابيض بالسمنه البلدي برضو زي الفل كده معايا. اللهم بارك، مفلفلين وما شاء الله. الكارح طلع معايا، عايزه اقول لكم ريحته، ريحه التغديعه دي خطيره. شويه صلصه، اللهم بارك.
هنا بقى كده بحط شوية عيش محمص، على شوية شوربة، على شوية تخديعة اللي هي الصلصة، وطبقة حلوة كده من الرز الأبيض، وبعد كده شوية عيش ناشفين وحبة صلصة كده من التخديعة. هتاكلي بقى أحلى طاجن كارع سكر فتة كده ما شاء الله. وعملت كده بقى باقي جزء كده مخلية برشة فلفل أسمر وليمون، بألف هنا وشفا وجربوه.